منك لله زمالك عشمت فرق الدوري في الانسحاب اللي اتزنق عايز يخلع. البطاوي امبارح شاف الاهلي هيفرزهم بلاطه بلاطه، الاهلي هيطلعهم عليهم، الاهلي هيدكوا فيهم امبارح، وده اللي حصل. ده اللي حصل. بس قبلها انت دفاع الاهلي ما يجرى له حاجه كده، لو شافك قاعد بتتفرج وخلاص بتعتلي صدق لازم يجلطك بحاجه. فاحنا لبسنا جون ملوش اي لازمه، لكن تقدر تقول جمهور الاهلي فرحان بوسام ابو علي اكتر ما فرحان بصداره الدوري، فرحان له بصداره الهدافين. ما احنا برضو معذورين، احنا بقالنا يجي كام سنه ما شفناش، جربنا طوب الارض، جبنا موديست وجبنا بوالي كان بيخش بوشه بجون والكره تطلع بره. فيعني امبارح انت بتتكلم في وسام ابو علي ضربه جزاء بتجيب لك، بتتكلم امبارح في صناعه هدف لعمر كمال عبد واحد حته ذهب امبارح، فبيجيب لك اجوان بيجيب. وبعدين انت تحس بالاجوان فيها سهوله بس هو بيسهلها، يعني ما كانت بتروح لموديست متقشره يطلعها بره. فانت بتتكلم في عظمه من وسام ابو علي. وعم كولر بيقول لك، يعني اذا كان عم كولر بيقول لك عرض عليا بالصدفه، فما بالك بقى لو احنا يعني مركزين شويه ومدكنين شويه وجايبين حد عليه الصرف والحاجات ده، هبقى الدنيا عامله ازاي. فنأمل ربنا يكرمنا كده ان شاء الله ونجيب حد معاه يعني برضه يساعده في نفس الوقت يريحه في بعض المباريات. لا الدنيا هتفرق معانا ويبقى الاهلي شكله شكل تاني خالص. وبعدين انت بتتكلم قطر الاهلي دلوقتي ما بيرحمش. انت وصلنا مباراه 17 على التوالي، كسرنا رقم بقاله 20 سنه من ايام عم مانويل جوزيه والجيل الذهبي. وكولر يستحق، ما كانش هيجي مدرب عظيم كده اللي لازم يكسره زي كولر. وقبله كان طبعا فايلر بس ما كملش. فانت بتتكلم النهارده بطولتين دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي، بتاخد بطوله دوري في ضغط مباريات ما حصلش قبل كده، وهتزيد في فرق النقاط. لا فيحسب لعم كولر ان هو مدرب خلالك الدوري سهل، الدوري سهل جدا. وبعدين تلعب الخصم مباشر ليك وتغلبه مرتين، وتبقى انت متحكم في مباراتين ومدلع الخصم بتاعك. لا احنا اللي متدلعين، احنا مترفهين اليومين دول. فنقدر نقول عندنا مدرب، عندنا راس حربه دلوقتي. الفرق الدوري هتبدا تحسد فينا على الحتتين دول. فنتمنى ان شاء الله كده ربنا يعني يحصلنا من عيونهم. وموضوع بقى ظاهره الانسحاب اللي هنبدا نشوفها في الدوري دي، رابطه الانديه يعني تبدا توضع عليها شروط من دلوقتي. يعني الزمالك السنه الجايه هينسحب ده شيء مؤكد اهوت. فلازم ان احنا نشوف حل بقى، نروح نلعبه هناك في الزمالك، نلعبه في زموره هناك في ملعب زموره. المهم نلعب المباراه دي بحيث ان الفرق الدوري بعد كده ما عادتش نشوف الشكل الوحش ده. والبطاوي كان حاجه مكسفه جدا امبارح، ضربه جزاء صحيحه وضربه جزاء يعني فيها محضر في الاسم، وسعد سمير خبطه في رجليه. فعايز ايه تاني بعد كده يعني؟ وبعدين الرمادي يطلع يقول لك انا هشوف. طب ما تشوفها من الاول، تكنيله في شغلكم اللي ما يتشافش ده. فنقدر نقول لا الاهلي احسن، الاهلي افضل، الاهلي اجمل والشكل حلو. ونتمنى دايما كده تكون ايامنا افراح وبطولات وانتصارات دايما. الدوري يا اهلي.